نبدأ بالمجرم الأول، المدرس. أول حاجة بحب أبدأ بيها في التحليل وهي العيون، لأنها نافذة الروح، والعيون فيها أكتر من ملمح بيدل على إن الشخص ده خطير جدا. حدقة العين الصغيرة واللي بتدل على إن الشخص ده العواطف عنده قليلة جدا وبيفكر بعقلانية ومش بيتأثر بمشاعر الناس، والحدقة عنده باهتة وغير لامعة، واللي بتأكد لينا ان العاطفة عنده قليلة جدا اتجاه الناس. وكمان عنده العين ملونة لونها رمادي، واللي بتدل انه بارد جدا في عواطفه اتجاه الاخرين. وكمان العين عنده الجفن مستقيم، واللي بتدل على انه مصلحته فوق الكل. وكمان الجفن اللي فوق اكبر من الجفن اللي تحت، واللي بتدل على انه شخص ديكتاتوري وظالم. وهنلاحظ ان الجفن فيه مثلث، والاشخاص دي ممكن تدوس على الناس علشان مصلحتها الشخصية، وصعب جدا حد يرضيه. والعين التانية لو لاحظنا هنلاقي فيه كيرف طالع لفوق على العين، واللي بتدل